تستمعون الآن إلى برنامج قضايا إريتريا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الأكارم شبكة سلام الإعلامية، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قضايا إريتريا باللغة العربية. في هذه الحلقة سنناقش إن شاء الله تعالى قضية كبرى، وهي من القضايا العظيمة والخلق الكبير الذي أمر الله به سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وعلى لسان رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، ألا وهو خلق العدل. أمر الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز بقوله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. ويقول سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. أمر الله سبحانه وتعالى بالعدل بين الزوجات، وأمر الله سبحانه وتعالى بالعدل بين الأولاد، وأمر الله سبحانه وتعالى بالعدل في تطبيق الشريعة، وأمر الله سبحانه وتعالى بالعدل في الأقوال حتى مع المبغضين. أمر الله سبحانه وتعالى وأوجب على نفسه سبحانه وتعالى العدل، وحرم على نفسه سبحانه وتعالى الظلم. ضيفي هذه الحلقة الدكتور حسن سلمان من داخل الاستوديو، والبروفيسور جلال الدين محمد صالح عبر الاتصال. فأهلا وسهلا بالشيخين الجليلين. مرحبا بكم دكتور حسن. وسهلا، مرحبا بك. موضوع هذه الحلقة أتوقع أن يكون موضوع يعني شيق جدا، فيما يناقش قضية العدل. نريد مدخل حول مفهوم العدل وما بينه وما الفرق بينه وبين المساواة. ما الفرق بين العدل والعدالة وبين المساواة والمعادلة بين الناس؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كما تفضلت في المقدمة، فإن العدل من أعظم واجبات الدين ومن أعظم مقاصد الشريعة، بل ما خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب وأقام شرعة الجهاد وأمر بالدعوة إلى الله إلا بالقيام بهذه الشعيرة العظيمة، وهي مسألة العدل والقسط. قال تبارك وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وكذلك الله سبحانه وتعالى خلق الميزان بين الناس وجعله واجبا عليهم، وأمرهم ألا يطغوا في الميزان، ألا يكون هنالك تجاوز لشعيرة العدل. وهي سبحان الله أمر فطري، فالعدل من القضايا العقلية الفطرية، حتى لو لم تكن هنالك شرعة آمرة بها، فإن النفوس والعقلاء يحبون العدل ويكرهون الظلم. يا سلام. ولذلك لاحظنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه رضوان الله عليهم للهجرة إلى الحبشة بحجة واحدة: اذهبوا إلى الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق. إذا مدار هجرة الصحابة رضوان الله عليهم هي الهجرة إلى نظام عادل وليس إلى نظام طبيعة الحال. أيضا مما يؤكده شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله بتأسيس هذه المسألة نفسها على قضية أن المسألة فطرية عقلية، يقول بأن الدنيا تدوم مع العدل والكفر ولا تدوم مع الظلم والإسلام. وهذه مسألة طبعا تحتاج فعلا إلى تفصيل، لكن هذه من القضايا التي تؤكد على أهمية العدل وكونه أمر محبوب للناس، وأن أمر الآخرة يقوم على التوحيد وهو قمة العدل، وأمر الدنيا يقوم كذلك على
العدل ولا يقوم على الظلم. جميل. والمساواة، ما الفرق بينه وبين المساواة؟ العدل عموما يشتمل على المساواة، فالمساواة فرع من العدل. يعني نلاحظ بأن المساواة أحد معانيها التسوية. الذين كفروا بربهم يعدلون. وهنا العدل بمعنى أنهم يشركون بالله على منطق التسوية، فهم يساوون بين الخالق والمخلوق، فعبر الله سبحانه وتعالى هنا بالعدل، وهنا المساواة والمناظرة والندية المذمومة. وبالتالي الشريعة سبحان الله في أغلب المصطلحات التي تتعلق حتى بقضايا المساواة تدرجها تحت مصطلح العدل، لأن العدل في حقيقته مساواة بين المتماثلين واختلاف بين المختلفين. يا سلام. هذا العدل. وبالتالي ستلاحظ الذين ينادون مثلا بالمساواة والمساواة هذه تغيب عنهم أحيانا مسألة المساواة بين المتماثلين، فيساوون ما بين مفترقين، وهذا ظلم. هذا ظلم. لكن المساواة تندرج، واحدة من المعاني التي يكون فيها معنى التسوية، لكن يستخدم فيها القرآن العدل، فعدل ذلك صياما مثلا إذا كان قيمة. ويطلق على الفدية أيضا عدل. فمصطلح المساواة عموما هو يندرج في الشريعة الإسلامية تحت مسمى العدالة، وبالتالي ستلاحظ أن العدل أعم وأشمل. يعني مثلا الآن فيما يتعلق بضرب مثال على المساواة المقتضية من العدل أو المبنية على العدل، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم من آدم وآدم من تراب. نعم. لا فرق بين أعجمي وعربي إلا بالتقوى. هنا العدل يقتضي المساواة. نعم. بأن الجميع الأصل في الخلقة. والأصل في الانتساب إلى آدم. والأصل في المصير إلى الله. هذه كلها تقتضي المساواة. هذه كل الناس متساويين فيها. يعني كلنا خلقنا من آدم، كلنا مخاطبين برسالة. كلنا يحق علينا القوانين الإلهية بمنطق واحد. قوانين الكون كلها تسري علينا، من قوانين الحياة، قوانين الممات، قوانين أيضا القوانين العادية السننية، فمن عمل فهو ينجح ومن لم يعمل فهو يفشل. هذه القوانين كلها تسري علينا. يبقى هنالك مجالات أخرى تتعلق بالكسب والعمل يتفاوت فيها الناس. توضيح جميل. معنا البروفيسور جلال الدين محمد صالح. أهلا وسهلا بشيخنا وحبيبنا. حي الله المشايخ، وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وأهلا وسهلا هذا بكم. حياكم الله سعادة البروف، أهلا وسهلا بكم. حياكم الله، والحمد لله الذي أذهب عنكم البأس. الحمد لله. وعنا جميعا. نسأل الله تعالى أن يرفع بلاء كورونا عن جميع المسلمين. نعم. آمين. سعادة البروف، استمعتم إلى مدخل لمعنى العدل وما تفضل به الدكتور حسن سلمان جزاه الله خيرا. نريد منكم أن تعطونا صورة موجزة أو صورة مختصرة عن عدل النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبين أصحابه وبين تعامله مع غير المسلمين. فإليكم المجال، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحقيقة أن العدل قضية أساسية في حياة الإنسان، والأنبياء جميعهم بعثوا لتحقيق هذه الغاية وتمكين الناس من التمتع بها في هذه الحياة. وكما تفضلتم من قبل أن دعوة الأنبياء جميعا قامت على العدل، والتوحيد هو أساس العدل. يا سلام يا سلام. ذلك أن صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى هو ظلم بعينه. صحيح. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. صحيح. نعم. وإذا كان الأنبياء يبعثون لتحقيق العدل في الحياة، فهم أول من يحقق هذه الرسالة في حياتهم
في علاقتهم بالمدعوين من قومهم، وفي علاقتهم بالمؤمنين بهم، وفي علاقتهم بأبنائهم وأزواجهم وذرياتهم، وفي علاقتهم في إقامة العدل وإنزال الحقوق والواجبات على الجميع كما شرعها الله سبحانه وتعالى. لذا عندما نتحدث عن عدل نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإننا إنما نتحدث عن عدل الأنبياء. والعدل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم تمثل في كونه خلوقا، ففي خلقه العدل، وأن الله سبحانه وتعالى وصفه بالخلق العظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. صحيح. فكان صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يتعامل بالعدل في نظرته لأصحابه، حتى ثبت أن أصحابه ما من واحد منهم إلا وينظر إلى نفسه أنه أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كان صلى الله عليه وسلم عادلا في توزيع المحبة على أصحابه، وفي إدنائهم إليه، وفي إشعارهم بأن كل فرد منهم هو ذلك الرجل العظيم ذو المكانة السامية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلهم جميعا كانوا على مرتبة سواء في نظرته إليهم صلى الله عليه وآله وسلم، يحس بمشاعره وبآلامه. ولعل ما حدث لعمار بن ياسر وهو تحت التعذيب، أو ما حدث لآل ياسر وهم تحت التعذيب يعانون من عبء الدعوة ومن أذى المشركين، عندما جاءه عمار وهو يشكو إليه ويعتذر إليه مما بدر منه من ذكر آلهة المشركين بخير وذكره لرسول الله بالسوء، فكان من عدله صلى الله عليه وسلم ورحمته بهم قال له إن عادوا فعد. هكذا نجد صلى الله عليه وسلم في أصحابه بهذه الدرجة، ولا عجب في ذلك، فإنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. تمام. والرحمة قضية أساسية في العدل. يا سلام. لأن العدل يرتكز على أساس الرأفة والرحمة بالعباد. ولهذا قال ابن القيم وهو يتحدث عن الفرق بين أهل الحق والابتداع، قال إن أهل السنة أرحم بأهل البدع من رحمة أهل البدع بأنفسهم. لماذا؟ لأن أهل السنة يعلمون الحق ويرحمون الخلق. يا سلام. إذن الرحمة
يعلمون بدأ الصوت ينقطع. ويرحمون الخلق، لأن الرحمة، رحمة الخلق، تتولد عن معرفة الحق. طيب بروفيسور جلال، والحق يتجسد في الوحي، ولهذا صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس بالحق، كان أرحم جميل جدا. الكنترول يبدو أن الصوت فيه إشكال. سنعود للبروفيسور جلال، بارك الله فيه. دكتور حسن، البروف جلال طرح مسألة مهمة، قال العدل مبني على الرحمة والرأفة. كيف نفهم ذلك في قوله سبحانه وتعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب؟ أين الرحمة والرأفة؟ كيف نفهم الرحمة والرأفة هنا في حينما قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد المخزومية، يد المرأة المخزومية التي كانت تأخذ العارية وتجحدها، فاعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم سارقة وقطع يدها، وقال قولته المشهورة لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها. كيف نفهم مستوى الرحمة والرأفة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما صف صفوف الجيوش في بدر، فتقدم سواد قليلا ونغزه النبي عليه السلام بعود خفيف على بطنه، فقال يا رسول الله القصاص القصاص، إن الله بعثك بالحق وإني أريد أن أقتص منك. فنظر الصحابة إليه مستغربين فقالوا يا سواد إنه رسول الله، قال أريد أن أقتص منه، فكشف النبي عليه السلام بطنه ليقتص منه سواد. القصة معروفة. ما هو تعليقكم وكيف تقرؤون بين السطور؟ جزاك الله خير. كلام الدكتور كلام عميق وكبير، وهو يعني مؤصل في نفس الوقت، ومقرر عند العلماء أن العدل فرع الرحمة. ما شاء الله. هذه قضية معروفة أن العدل فرع الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا الأصل الكبير الذي تندرج فيه كل القيم الأخرى. التساؤل الذي يرد هنا في قضية القصاص وكذا، طبعا إذا نظرنا إلى الرحمة من زاوية واحدة والرأفة من زاوية واحدة نخطئ. إذا تصورنا فقط أننا ننظر إلى القاتل ونحن نقيم عليه القصاص، ولا ننظر إلى المقتول وأهله وأقرباءه وأبناءه والأضرار التي وقعت عليهم، ونظرنا كذلك إلى المجتمع بعد ذلك وكيف يكون الأمر إذا تساهلنا مع هذه الجريمة، فحينها سندرك أن قانون الرحمة هو نفسه الذي طبق على هذا الإنسان الذي قتلنا. وهذه قضية يعني فعلا يعني كثيرا ما يشكل على الناس سبحان الله النظر إلى زاوية واحدة وعدم النظر إلى الزوايا الأخرى، ولا يدركها سبحان الله. لماذا يقولون أن هذه وحشية؟ قتل من قتل وحشية، قطع الأيادي وحشية، سمل العينين وحشية. هذه للأسف الشديد سبحان الله، لأن أول شيء يعني انطلاق من عاطفة وليس انطلاق من شرع. لا ينطلقون من شريعة، فهو هذا الذي نفسه يقول لك والله هذه وحشية. إذا أصيب بها في نفسه حينها يدرك ألم القضية هذه، يدرك ألم السرقة، يدرك ألم الجريمة، يدرك ألم الاقتصاد، ولا يمكن يذهب ما في صدره إلا لا يمكن إلا لا يشفى قليله إلا إذا كان طبق القصاص. سبحان الله. فهذه مسألة على كل. الشرع عندما يكون بعزة وحكمة ورحمة ستلاحظ بأنك تجمع هذه المسائل كلها. العزة لها دلالة، والحكمة لها دلالة، والرحمة لها دلالة، وكلها موجودة في الأحكام الشرعية. فبعزته وحكمته ورحمته ينزل الحكم الشرعي بما هو مناسب. فلو أن لم يكن القصاص لما شفيت صدور أهل الميت، صحيح، ولما أنصفنا الروح التي أزهقت أيضا، يعني هي من حقها أيضا حتى وإن ماتت، لكن حق للمجتمع بعد كده انتقل هذا الحق. ولو نظرنا أيضا إلى العكس، نعم. لو أن مثلا قوم قتلوا شخصا، نعم، أو فلان من الناس قتل شخصا ما، وجاء قوم هؤلاء انتقاما لهذا الذي ما توفي لهم فقتلوا 100 شخص مثلا. نعم، صحيح. عرفت كيف؟ صحيح. هل هذا من العدل؟ أيضا ليس من العدل. ليس من العدل. نعم. ولكن لو أقيم القصاص على هذا، نعم، لكان تسكينا لنفوسهم صحيح. وكان صحيح. يعني النفس. لأن القصاص واحدة من القضايا المهمة جدا، المماثلة، العين بالعين، السن بالسن، جروح القصاص.
ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بدون قدر حديثك: المؤمنون تتكافأ دماؤهم. نعم، تتكافأ تتساوى. دماؤهم. نعم صحيح. نعم. صحيح. في قصة سيرة سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه أن أبا بكر جعله واليا أو قاضيا في المدينة المنورة، فسنة كاملة لم يقضي بين اثنين، يعني فات عام كامل كل واحد من المسلمين عرف حقوقه ولم يغتصب له. هل هذا مبني على عدالة الشريعة الإسلامية أو هو مبني؟ هؤلاء القوم كانوا قبل 10 سنوات يعيشون في جاهلية جهلاء، ما الذي غيرهم حتى أصبح القاضي في منطقة مثل المدينة المنورة لا يقل عن سكانها في تلك الفترة أكثر من 15,000 نسمة، لا يحتكم إليه شخص واحد؟ كيف تقرأ شيخ حسن؟ نعم. هذا طبعا نقرأه في سياق عظمة الرسالة وعظمة القرآن الذي نزل على هؤلاء الصحابة وصدق الصحابة في امتثال الكتاب. الكتاب الآن بيننا، لاحظ المسلمين مليار شخص موجودين، بينهم الكتاب، بينهم القرآن، الذين يحفظونه كثر، الذين يتعبدون به كثر، لكن الذين يمتثلونه في حياتهم من لحظة استيقاظهم إلى لحظة نومهم، هذه المساحة الكبيرة جدا أن يكون، لأنه سبحان الله ابن عطية عرف العدل بمفهوم عجيب جدا، وغيره كذلك. حتى ابن تيمية قال العدل الحكم ما أنزل الله. وابن عطية يقول العمل بأحكام الله سبحانه وتعالى في العقائد والأفعال والأقوال وقضايا الأمانات والجنايات مثل هذا. فإذا كان المجتمع امتثل القرآن الكريم، كل إنسان وقف أخذ حقه ولم يتجاوز حدود غيره، يعني التزم الحقوق والتزم الحدود، هنا سيكون المجتمع بطبيعة الحال قاض على نفسه وحاكم على نفسه، وبالتالي ليس هنالك بحاجة إلى القضاء. وهو المجتمع النموذجي على كل، يعني إذا صح لنا أن نقول بأن المدينة الفاضلة التي كان يحلم بها أفلاطون وكانت مدينة الفلاسفة عموما وظل بعد ذلك يتطلع إليها الفارابي، هي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الفترة التي عاش فيها الصحابة رضوان الله عليهم. فإن أعلى درجات العدل وأعلى درجات الرحمة وأعلى درجات المحبة كانت في تلك المرحلة، وبالتالي بسبب تطبيقهم لكتاب الله، بسبب وقوفهم عند حدود الله، بسبب مراقبتهم لله، بسبب المحبة والتآلف. لأنه سبحان الله المحبة والتآلف نفسها ما تأتي مع وجود نقصان فيما أمر الله به، لأن الله سبحانه وتعالى لما تحدث عن النصارى قال: فلما نسوا حظا مما ذكروا به أغرينا به العداوة والبغضاء. فإذا أردت إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فإذا رأيت المجتمع متحابب مؤتلف يحب بعضه بعضا، فاعلم أن مستوى الإيمان عنده ارتفع وأن معدلات الإيمان عنده مرتفعة. إذا رأيت المجتمع متباغض متدابر متشاحن، فاعلم أن الدنيا قد سادت على قلوبهم وقل الإيمان في مساحة هذه القلوب، وبالتالي تظهر هنا، يظهر حب الدنيا ويظهر الشح ويظهر البغضاء والحسد والتقاتل إلى غير ذلك. وفي هذه الحالة في حالة البغضاء والتقاتل وكذا يتسلط عليهم العدو طبيعة الحال، ولا يكونون أقوياء في صد هذا العدو. صحيح أبدا. نعم. بروف جلال معنا؟ نعم. حياكم الله بروف جلال. شيخنا الكريم، أصبح الناس ينادون إلى موضوع المساواة بين الجنسين الرجل والمرأة من حيث الحقوق والواجبات وغيرها، فما هي نظرة الشريعة لهذا الموضوع؟ شيخنا الشيخ برهان، لو سمحت لي قبل أن ألج في هذا الموضوع الذي طرحته علي، لو سمحت لي أن أقول بضع كلمات في مسألة الرحمة التي أثرتها مع الدكتور حسن سلمان. يا سلام. أريد أن أذكر القارئ فقط المشاهد بأن القتل، وهي القضية التي أثرتها وسألت عنها، وهي قضية القصاص، وهؤلاء الذين يقولون إن في القصاص عنفا ووحشية. نعم. وأمر هؤلاء عجيب ولك أن تعجب من أمرهم. نعم. هنالك قضية تثار أو أثيرت وقننت في الديار الغربية على الأقل، نعم. وهو ما يسمونه بقتل الرحمة. سبحان الله. وقتل الرحمة هو أن يطلب شخص ما
رأى في نفسه اللا جدوى من حياته لأمر ما، أعوذ بالله. المرض العضال، فيطلب من صديق له أو من قريب أن ينهي حياته، الله المستعان. لأنه يعاني من هذا الألم ومن هذا المرض مثلا. نعوذ بالله فهل من الضلال. يجوز ذلك قانونا؟ الدول ناقشت هذا الأمر في أوروبا، بعض الدول إيه فأجازته، أعوذ بالله من الضلال. ولهذا قالوا هو قتل الرحمة، واشترطوا أن يكون الباعث إليه ما أسموه بمصطلح الباعث الشريف. أعوذ بالله. فإذا كان هذا الشيء باعثا شريفا، فكيف يكون ذلك القصاص العادل العدل أمرا وحشيا؟ سبحان الله، سبحان الله. أمران بينهما فارق كالسماء والأرض. وأن القصاص موكول إلى ولي الدم بين أن يعفو أو يأخذ الدية أو يقتص. نعم صحيح. وهذه قيمة أيضا في حد ذاتها تنبني على الرحمة. صحيح. نعم. والشارع يعطي لولي الدم أن ينفذ القصاص حق تنفيذ القصاص بيده، فيسلمه السيف والجاني بين يديه مكبل ومقيد، ويقول له خذ السيف واقتص منه بيدك أنت. لماذا؟ لماذا؟ لعله يثير فيه الرحمة ويرتقي إلى مرتبة عليا ويسمو إلى مقام عال، فيقول أما وقد مكنني الله وقد مكنني الشارع من الجاني، والجاني بين يدي والسيف في يدي، فالأمر قد تحقق، والقضية ليست هي قضية الإزهاق وإنما قضية التمكن. يا سلام يا سلام. وهنا يقول فمن عفي له من أخيه. نعم. عند هذه اللحظة تسمو بالإنسان قيمة الإسلام، فيقول له قد عفوت لك من بعد أن تمكنت منك. يا سلام يا سلام. وهي تكون أيضا عظة للناجي من القصاص بهذا العفو. صحيح، كأنه ولد من جديد. هذه هي القيمة الإنسانية في مسألة القصاص. وقضية صحيح. الإعدام التي اضطربت القوانين الأوروبية في تشريعها، فمرة تمنعها، ثم إذا ارتفعت معدلات الجريمة لجأت إليها وأقرتها ثانية، ثم بعد احتجاج بعض الغوغاء تلغيها، ثم ترتفع معدلات الجريمة فتعود إليها. بينما عدل الشريعة الإسلامية يتسم بالثبات والاستقرار. نعم. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. نعم. لفسدت الأرض لو اتبع الحق أهواءهم. وقد نهى الله نبيه أن يتبع أهواء الناس. صحيح. هذه القضية أردت أن يا سلام يا سلام. فحكم الجاهلية يبغون بما سبق ومن أحسن من الله حكما حتى يتبين للناس. طيب، قضيتنا مهمة جدا أيضا فيما يتحدث به الإعلام كثيرا دكتورنا الغالي، فيما يتعلق المساواة بين المرأة والرجل وبين يعني الأنثى والذكر. نعم، المرأة والرجل. الدكتور حسن تكلم وأشار في هذه القضية. نعم. وهي أن الإنسانية خلقت متساوية وبعدل. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إذن الناس جميعهم، يا أيها الناس جميعهم بشتى ألوانهم وأعراقهم وأجناسهم ذكورا وإناثا أمرهم الرب بالتقوى، وأنهم خلقوا من نفس واحدة وخلق من هذه النفس زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. إذن الذكر كالأنثى والأنثى كالذكر في أصل الفطرة والخلقة، يعودون إلى أب واحد وأم واحدة، ولا يتفاضلون فيما بينهم على أساس هذه الفطرة، وإنما التفاضل هو بالتقوى. والتقوى هنا هي امتثال التشريع الإلهي. جميل. والتشريع الإلهي جاء بالعدل في توزيع شؤون الحياة وتكاليفها الدينية والدنيوية بين الذكر والأنثى، جاء بالعدل ولم يأتي بالمساواة التي تحدث عنها الدكتور حسن، بمعنى أن المساواة كما قال هي المساواة قد تكون تساوي بين غير المتساويين والمتماثلين، ولكن العدل أشمل. فمثلا الأستاذ يتسم بالعدل في تقييم نتائج طلابه، ولا يساوي أبدا بين الجاد منهم، ولا يساوي الكسول منهم بالجاد منهم. تمام. طيب هل ممكن الأستاذ أن يعدل بين الطالبات والطلاب، وأنت تدرس طلابا وطالبات بروف جلال، هل لك نعم. أن تعدل ولا بينهم يمكن أن فتقدم مثلا؟ ولا يمكن أن أساوي طالبة ذكرا ضعيفا في أدائه العلمي بأنثى جادة، وقد حدث ذلك، فإنهن يأخذن الدرجات العليا والذكور وبعض الذكور يأخذون الدرجات الدنيا. فالله سبحانه وتعالى علم، هو الذي خلق، ولهذا قال في القرآن ألا له الخلق والأمر. فالخلق والأمر مرتبطان، فالذي خلق الإنسان يعلم فطرته، لهذا طيب جميل ليس جميل في الشريعة بروف جلال الإسلامية بروف جلال جميل هذا التأصيل، جميل هذا التأصيل جميل. فهمنا أن الإسلام دين عدل وقد يساوي أحيانا بين الجنسين، لكن ثمة هجمة على الإسلام بأنه ظلم المرأة، وأنه لم يعطيها حقها على مبدأ المساواة. فهو مثلا أباح للرجل التعدد ولم يبح لها. 2، أعطى للذكر مثل حظ الأنثيين. أمرها بالحجاب والستر وأطلق العنان للرجل. هذه بعض ما يتشدق به أعداء الإسلام، ويعني يشوشون على الإسلام بمثل هذه الشبهات. كيف ترد؟ الإسلام كما قلت لك جاء من الخالق، والخالق أعلم بخلقه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه. فجاء يعطي الحقوق للجميع. والإسلام لم يظلم المرأة فيما ذكرت من الأمور،
ذكرت أن الإسلام أباح للرجل أن يعدد وللمرأة أن لا تعدد، فهل هذا ظلم أم عدل؟ تصور لو أن الشرع سايرهم ففعل الذي يريدون، ما الذي يكون في الحياة؟ تكون الحياة فوضى. أي والله. وتفتقد النظام. أي والله. وتضيع الحقوق. نعم. فلا الرجل يعرف حقه ولا المرأة تعرف حقها ولا الابن يعرف أباه ولا الأب يعرف ابنه، لأن التعدد في اللحظة التي هي زوجة فيه لرجل آخر يعني فوضوية الحياة. طيب أما إذا طلقت بروف جلال كلام جميل، كلام جميل. طيب لماذا كلام جميل وطرح عظيم، لماذا طيب هؤلاء الغرب يعني حرموا على الرجال التعدد وأباحوا لهم أن يأخذوا ما شاءوا من الحبيبات والعشيقات؟ كيف ترى هذا دكتور؟ لهذا أقول لك دعني أتحدث أولا إنه كانت المرأة المعددة للرجال موجودة في الجاهلية. ما نراه من الأنكحة اليوم في الجاهلية الغربية هو عين الأنكحة التي كانت في الجاهلية العربية في جزيرة صحيح. العرب. صحيح. وتعلمون حديث عائشة في البخاري كان النكاح على 4 أنحاء. نعم. نكاح كنكاحنا، صداق وولي وشهود. ونكاح المرأة المعددة. المرأة المعددة هي المرأة التي يأتيها رهط من الرجال ما بين 10 إلى 9 إلى ما يزيد. رهط من الرجال يأتونها وكلهم يأتيها فتحمل، وعندما تحمل وتنجب جنينها تدعوهم وتدعو القافة، رجل القافة الذي يعرف الوجوه، الذي هو الآن بمثابة DNA الحمض النووي. تدعوهم وتدعو رجل القافة فيشير إلى أحدهم أن هذا الابن له فيتقبله والبقية يغادرون المكان. ونكاح الاستبضاع، الرجل يرسل زوجته إلى آخر فتستبضع منه ثم يأتيها مباشرة ويظن أن هذا أمر مستساغ ومقبول، وكان عندهم مقبولا. ونكاح رابع كل البغايا ينصبن الرايات. اليوم إذا نظرت إلى الجاهلية الغربية تجد فيها نكاح الاستبضاع. فالرجل الديوث لا يتضايق ولا يجد في نفسه حرجا من أن يمكن صديقه أو أي رجل آخر من زوجته، ولا تجد زوجته في ذلك جرحا لكبريائها وإنسانيتها وكرامتها، وهي نفسها تفعل ذلك ولا تظن ولا ترى في زوجها أنه يطعن في كرامته. فهذا نكاح الاستبداع. وهنالك نكاح المرأة يأتيها رهط من الرجال، وهنالك البوي فريند، وهنالك الجيرل فريند، وهنالك البغايا. الشرع جاء فحرم كل هذا حتى لا يكون في الأرض فساد ولا تكون فوضى. فالرجل الواحد للزوجة الشرعية، الرجل الواحد
ل4 من النساء، والمرأة للرجل الواحد. برجل واحد. نعم. طيب أبو رب جلال، ابقى معنا، سنناقش بعض القضايا أيضا مع الدكتور حسن. دكتور حسن، طيب بقي معنا 5 دقائق ونختم إن شاء الله. إريتريا يعيش فيها المسلم وغير المسلم، يعيش فيها المسلم وغير المسلم. تجد هناك قلق كبير في أن لو حكم مسلم إريتريا أن لا يقبله غير المسلم، وذلك لأنهم لا يطمئنون لحكم الشريعة الإسلامية إن حكمت في إريتريا. هذا شق من السؤال، يعني هل لو حكمت الشريعة في إريتريا تكون ظالمة لغير المسلم؟ هل هذا يتصور من شريعة أتى بها أنزل الله عز وجل بها على عباده؟ هل ممكن هذا؟ هذه واحدة. الثانية أيضا، لو لم نتمكن من تطبيق الشريعة، فما القانون الذي يكفل العدالة بين المسلم وغير المسلم في ظل حكم المسلمين؟ في 3 دقائق حتى نعود بدقيقة واحدة للدكتور جلال. الله يبارك فيك. أول دعنا نقول بأن مسألة الدولة الوطنية المعاصرة عندها الكثير من الإشكالات، عندها الكثير من الإشكالات لها علاقة بقضية الهوية، لها علاقة بقضية العدالة، لها علاقة بقضية المواطنة وطبيعتها، لها علاقة بقضية النظام السياسي الذي يؤدي إلى الاستقرار، فهي لها علاقة ومشكلاتها الكبيرة جدا، وهو لأنها لم تنمو نموا طبيعيا، فهي عبارة عن خارطة سياسية حددها المحتل وقال للشعب الذي هو تحت الاحتلال أنتم هذه دولتكم. فهي لم تنمو نموا طبيعيا ولا نموا عاديا كما كان الحال في أوروبا. في أوروبا لما حصلت حرب القرن السابع عشر تقريبا، حصل مؤتمر بعد حرب طويلة جدا يمكن استقر سنوات طويلة، وطحنت فيها أوروبا طحن بعضها البعض على أسس طائفية، البروتستانت والكاثوليك والأرثوذكس، يعني طحنوا بحث. في النهاية توصلوا إلى أمرين، وهو أن تكون لكل قومية ومذهب دولة من الدول. فتأسست الدولة عندهم أصلا على نمط ليس في هذا النوع من الذي خلق عندنا. فمثلا البروتستانت لهم دولة، الكاثوليك لهم دولة مع أساس قومي. أنتم إيش قوميتكم؟ القومية الألمانية، القومية الفرنسية، القومية الهولندية، القومية الإنجليزية مثلا. الدولة التي ينشأ فيها مثلا أكثرية وطائفة أقلية تراعى مع أن الأساس يكون الأكثرية، وهكذا. جاءوا سوقوا لنا هذه الدولة في وضع معقد جدا قوميا وقبليا وجهويا ودينيا، ثم قالوا لنا الأساس هو دولة المواطنة بنفس الطريقة التي عندنا. طيب أنتم عندكم الدين محسوم والمذهب محسوم والقومية محسومة، ثم نحيتم الدين بعد ذلك وأكدتم على العلمانية والأمور ماشية. الوضع عندنا معقد جدا، وبالتالي المسألة تحتاج إلى إجابات معمقة. ويمكن أنا حاولت حقيقة في بعض الدراسات أن أتناول هذه القضية، إشكالية الدين والدولة في ظل الوضع في إريتريا على وجه التحديد. ولكن دعني أقول ليس بلازم في ظل الدولة الإريترية إنه والله بمجرد وصول مسلم إلى رأس السلطة سيحكم بالشريعة، ليست هكذا. الدولة في واقعنا المعاصر لا أنا أقول لو حكم، دعني أقول قضية الدولة لو أخذناها بمؤسساتها لن يصدر في الدولة تشريعا يحتكم إليه الجميع إلا إذا مر عبر البرلمان. تمام. يعني ليس هنالك ما يفرض، وبالتالي الهاجس والفوبيا والخوف من الإسلام لا مبرر له. في أقصى أحوالها سيتاح لكل مكون من المكونات عنده منطقة فيها له أكثرية، منطقة من المناطق يشكل فيها أكثرية، سيعطى مثلا أن يحكم بالقانون الذي يراه على المستوى المحلي، فتتاح لهم الهامشة. ثم ستكون الدولة المركزية تحكم بما يتوافق عليه الناس، لا يستطيعون أن يفرضوا على بعضهم البعض أصلا أمرا. يعني الآن لو قلنا نحن والله نريد أن يطبق مثلا حكم السرقة في البلد، وهم لا يريدون ذلك، واحد من اثنين: إما احترمنا
وإما تراضينا، ما في خيار آخر، لأن نحن ما جئنا إلى الدولة عن طريق الفتح وعن طريق الجهاد، لا، جئنا عن طريق التوافق، وجئنا يعني هذه الدولة تمام. المعقدة. أنا أريد هذا المفهوم. أيوة، حتى يستفيد منهم شخص. أنا ذكرت في الورقة إشكالية الدين والدولة، هنالك ما سيكون مقبولا من الشريعة عند الجميع، ما في قضايا كثيرة. يعني نحن لماذا يفرض علينا غير المسلم أن يكون هو الحاكم وأن يطبق علينا كل ما يريد؟ هذا عين الظلم. وفي حين أننا إذا أردنا أن نرشح حاكما مسلما، سواء حكم بالشريعة أو حكم بالقوانين حسب ما يرتضيه البرلمان، لماذا نحن نلام؟ لماذا لا يحق لنا ذلك؟ هذا هو الطغيان، هذا الذي يسميه القرآن الكريم، هذا الذي يسميه القرآن ظلما وطغيانا. يعني نحن نتمنى من الطرف الآخر أن ينظر إلى الدولة الأريترية بأننا ضحينا فيها جميعا، حافظنا عليها جميعا، حميناها جميعا، يجب أن نعيش فيها جميعا. نعم، هذا تقريبا رأي بروف جلال في هذا في دقيقة. دكتور جلال، نحن نختم البرنامج بهذه الأطروحة التي طرحناها، ما قولكم في دقيقة لو تكرمتم؟ نعم، ما قاله الدكتور حسن هو ما أراه أنا أيضا، أن الديار للجميع، وعلى الجميع أن يتواثقوا ويتعاهدوا على عقد اجتماعي يحترم ويقدر معتقدات الجميع وثقافاتهم. ومن ثم فإن دولة المواطنة التي نأمل أن تتحقق في إريتريا يمكن أن يقودها مسلم كما يمكن أن يقودها غير مسلم، ولا يحق لأحد أن يعترض على الآخر تأسيسا على عقيدته الدينية، وإنما الأساس والمطلب هو الدستور المتوافق عليه الذي يجسد العدالة التي تحدثنا عنها. نعم. العدالة السياسية، العدالة الثقافية، العدالة الاقتصادية، العدالة الاجتماعية. ولأن الشعب الإريتري متدين بشقيه المسلم والمسيحي وأيضا الوثني، فإن مرجعية هذه العدالة هي العقيدة الدينية للمجتمع الإريتري كله. فالدستور ينبغي أن لا يتضمن ما يسيء إلى عقيدة المسيحي ولا إلى عقيدة اليهودي ولا إلى عقيدة المسلم، وإنما يحقق العدالة للجميع. إذن الإسلام والمسيحية واليهودية والأعراف الحميدة التي تواطى عليها المجتمع هي مصدر بناء هذا الدستور، إضافة إلى مواثيق حقوق الإنسان التي أجمع عليها المجتمع الدولي، وننبذ من هذه المواثيق ما يتنافى مع عقيدتنا كالشذوذ الجنسي وغير ذلك. وعليه الدستور سيحترم ثقافة هذا المجتمع. أما النعرة الطائفية بأن إريتريا لا ينبغي أن يحكمها مسلم وينبغي أن يحكمها نصراني، وفي النصرانية ينبغي أن يحكمها أرثوذكسي، وفي الأرثوذكسية ينبغي أن يحكمها الأكسومي، فهذه نزعة جائرة ظالمة الدستور يتعارض معها ويحاربها ويقاومها، وأنها موروثة من الملوك الأكسوميين الأباطرة الأكسوميين الذين اضطهدوا المسلمين في الحبشة وفرضوا عليهم أن يعتنقوا العقيدة الأرثوذكسية تحت شعار. جزاكم الله خير بروف جلال، وضحت الصورة. ذات ملك واحد وعقيدة واحدة. وضحت الصورة دكتور جلال. أنهينا البرنامج، بارك الله فيكم. مشاهدي الأكارم، أتقدم بالشكر الجزيل على البروف جلال من خارج الاستوديو والدكتور حسن سلمان من داخل الاستوديو، ولكم أيضا ألف تحية وبارك الله فيكم. أرجو أن تكونوا قد استفدتم من الحلقة، وإلى لقاء آخر. هذا أخوكم برهان يحييكم،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلت في دفاتري قصيدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة. ما زلت في دفاتري قصيدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة. وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة. ما زلت مثل وردة الربيع وحيدة. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب. إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. من أجل عينيك الحزينتين، من أجل عينيك الجميلتين، يأتي زحفنا من أقدس الدروب، من أقدس الدروب. يا وردة يعشقها أحبتي، يا عليك يا جنة عشت بها طفولتي. يا وردة يعشقها أحبتي، يا جنة عشت بها طفولتي. يا جنة عشت بها طفولتي. يا عليك يا أنت يا ضحية الحروب، يا أنت. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب. إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. من أجل عينيك الحزينتين، من أجل عينيك الجميلتين، يأتي زحفنا من أقدس الدروب، من أقدس الدروب. إريتريا